عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحكي لكم درس المعجزات. معنى المعجزة أمر خارق لعادة يؤيد الله بها رسله دليلا على صدق دعوته. هلا نحكي لكم دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كثير منها المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم. نحن هلا بنقرأه. بدي احكي لكم هالشغله قبل ما نخلص. هلا كل الانبياء لما كلهم ماتوا حتى محمد، بس محمد ما راحت معجزته الا كل الانبياء. صحيح، ظل القرآن موجود. وكمان انشقاق القمر، دائما لما يتفرج على القمر بنشقق، مرة اتفرج عليه بنشقق. وحنين الجذع، هذا حنين الجذع بقى عنده جذع، دائما بقى يمسكه في الصلاة، بقى دائما يخطب عليه، يوقف عليه. ايوه، بس صح لما يفلت بصير يصيح، بصير أصفر. والتسبيح الحصى، ومعجزة الإسراء والمعراج فرضت فيها الصلوات الخمسة، يعني صار فيها الصلوات الخمسة: الفجر والظهر والمغرب والليل. الفجر والظهر، بعد الظهر ايش بيجي؟ المغرب لا، اشي بحرف العين. العصر، بعدين المغرب والعشاء. عشاء. 5 صلوات. صح. نحكي لكم معجزة الرسول عيسى صلى الله عليه وسلم: إحياء الموتى، يعني حتى وكمان إشفاء المرضى بإذن الله. دائما لما يحكي اسم الله بقى الله يستجيب، لما يصيب المرضى أو الموتى بيرجعوا. صحيح. شو الكتاب كمان تبع عيسى؟ إنجيل. صحيح. معجزات الرسول موسى صلى الله عليه السلام، هو بقى التوراة، شو اسمه؟ كتاب التوراة، الله بعث له اياه. صحيح. هلا عيسى وموسى راحوا على بني إسرائيل، كان لبني إسرائيل. داوود كمان راح على بني إسرائيل. طب ومحمد؟ على كافة الناس، يعني بني إسرائيل كل الناس، صح؟ إلى قيام الساعة. طب شو معجزات موسى غير التوراة؟ تحويل العصا إلى حية كبرى، ويدخل يده في جيبه وتخرج بيضاء من غيري مش مكملة، بس هي من غير سوء. طب هاي قدام مين عملها المعجزات موسى؟ طب عند بني إسرائيل. هو كان نبي لبني إسرائيل، بس سوى هاي المعجزات قدام مين؟ واحد كان طاغية، كان يخلي الناس يعبدوه. شو كان اسمه؟ بقى يقتل الأولاد. شو كان اسمه؟ فرعون. صحيح. نحكي لكم معجزات صالح عليه السلام. هذا بقى راح نحكي لكم هالقصة بس شوي. هذا بقى قومه بقى كبار، بقوا يعملوا قصور من الحجار. قالوا له: هب لنا ناقة إذا أنت من الله. أي خرجت ناقة من صخرة من حجر. لا إله إلا الله. عمل زي فكروا، في ناس عبدوا، في ناس لا عبدوا الله، في ناس لا. هم إيش عملوا بالناقة؟ قتلوها، في ناس قتلوها. طب إيش معجزة يونس لما بلع الحوت بلش يدعي لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس سمع مرة صوت وهو في الحوت. ممتاز يا تميم، الله يعطيك العافية. مع السلامة.